السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وصحتكم مليحه. جيتكم فيديو جديد، روتين من الروتينات اللي تحبوهم. قبل ما تبداو لا فيديو الجديده في القناه تقولها مرحبا بك، ما تنسيونيش بالاشتراك تفعيل الجرس والاعجاب بالفيديو، وما تنسونيش في تعليقاتكم لنفرح بزاف كي نقراها. كيما راكم تشوفوا البنات، هذا النهار درت لكم جوله في الدار. كنت سيقت فصبرت صراحه معاكم بس كنت بوحدي في الدار، كنت مشغوله، كنت نقيت كامل الدار. كان جانا الريح ومن بعد ديك راح، ومن بعد في هذا النهار كان نهار شباب. واش نقول لكم، كانت الشمس وسخانه، لو بون تاع صيف لبست ديمي مانش سخانه 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 كانت. واش نقول لكم، اجواء لطيفه جدا. شوفوا هنا البنات، كنت نحيت الماء بالشوسيغ منا على جال الغبار، زعما لعبتها حيله. الغبره بزاف تدخل لي من هذا الباب، قلت نحيها منا. وفي نفس الوقت الخرده راجي شوفوا وين يلقاها، الحاجه اللي يلقاها يحطها لي فوقها، ولات الطابله تاع الخرده. وليت قلت نديها من لهيه، منها نقص عليها الغبره، منها نقص عليها الخرده، وتنشعل ساعه وجي نطيح عليها. دونك دنيتها لها من الطريق. كنت نحيت تاني ديك، تشوف الزرابه كامل تاع الدار كيما تاع البيت الصغيره هذيك، كنت غسلتها وفرشتها. مازال تاع الكولباغ نحيت لي ديسوندولي، نحيت هادوك كانوا في الدوش، كان دوش معمر بالحوايج. قلت لهم اقعدوا هنا ومن بعد نغسلكم. هذيك بنات هنا كنت هذا النهار كنت بعزيت على هاد البيت الصغيره، كنت نقيتها من الاعماق. مازال البنات ندوز لها غير على الحيوط، بصح ما نقدرش نشمخ هاد الصبيغه تاع الفينيل مادام الحال كي يكون بارد. لازم نستنى حتى دوك باسكو يعاود جا الموفيتون، لازم حتى يصحى شويه الحال باش نقدر نقيها. لازم تقعد مفتوحه نهار كامل باش تنشف، ما ديريش لوميديتي ومن بعد. كوزينه تاني كانت نقيه، كانوا عندي غير هاد الفنيجات باك تاع القهوه. نروح نديرو شويه تحضيرات رمضان. شوفوا البنات، قبل ما كي نجي حنخدم هكا كاش حاجه، كاش بلاكار ولا كاش حاجه ولا واش ندير، نقي كامل الدار باش كي نخدم من كوتي كي نشد جهه نشدها الاز، ماشي نحكم نقي والدار مخلطه عليا. هنا البنات درت لكم الجوله هذه كنت نقيت فيها الدار. ومن بعد غدوه من داك رحت ندير التحضيرات تاعي تاع رمضان. شوفوا البنات، ديك الطوماطيش شحال شابه، ديك كيما نقولوا الطوماطيش العزيزه. هاد البنات راهي 3000 الكيلو. اللي ما خباتش الطوماطيش عباكم دوك في رمضان ان شاء الله تعرفوا التجار تاعنا الا من رحم ربي، من 3000 تصوتي ل 18000. وشوفوا شحال شابه البنات، حمراء 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 وشغل طريه، وفي نفس الوقت فيه ماشي طايبه هذيك اللي حتى تولي قارصه. انا قلت له جيب لي هنا 10 كيلو، بديت ب10 كيلو ودشنتها بديت نستعمل فيها، تما لازم ان شاء الله نزيد شويه. قلت جيب لي 10 كيلو صافي 30000، وانتي خدمتي طوماطيش الله الله وتلقيها واجده. صراحه البنات هاد التحضيرات يسهلوا عليكم وينقصوا بزاف عليكم. هنا شوفوا غسلتها، نحيت لها هذاك الشابو تاعها، نحيت لها الضرابي اللي فيها وحطيتها طيب، مدت لها والو. شوفوا البنات، زدت حرقت كسرونه واحده اخرى هذيك النهار طنيجره، هاد الخطره الكسرونه. قلت لكم جاتني لا غريب طرشتني ورجعت ما نشمش، رجعت ما ندوقش. ايماجيني وكنت حاطه هذيك المقارون كامله تغلي اللوجين، المقارون تحرقت والكسرونه تحرقت وتبخرت وما شميتش ريحه الحريق. والمشي كانت قدامي، كنت انا كنت قاعده في الكوزينه نخدم وما شميتش ريحه الحريق. شغل شفتها صدفه كي درت شفت الكسرونه كحله. هنا البنات راحو نخدموا الدهان. هاد الطريقه تاع ماما وتاع ماني الله يرحمها. ماني الله يرحمها كانت تخدموا سنين وسنين بهذه الطريقه، وكانت تحرر ب5 كيلو تاع الزبده، ماشي بالكيلو ماشي بالزوج. شوفوا هنا البنات وجدت، جبت الزبده انا هذه تاع الحضنه. بوغ لانستون راهي هي المليحه في المارشي، سينون شو زبده نورمال تاع البقره من عند اللبان. واش نشروها من عند اللبان يكون كونفيونس. انا نحب نستعمل هذه باسكو مبستره. واش درت البنات، هنا جبت قيمه باكي تاع زبده، زدت له مغرف صغيره معمره مليح بالملح وخلطها مليح. لازم تولي لي هكا كي بوماده والملح يدخل فيها كامل. درتها ببلاره تاع الدجاج نقيه، نغطيها ونخليها تتحرر. كي تحرر نحكمها نحطها فوق النار تغلي. كي تغلي الملح هذاك يهبط للتحت والحليب تاعها يطلع للفوق، نصفيها من الحليب ونصفيها من الملح، يولي الدهن تاعي واجد للاستعمال. شوفوا هنا كل واحد وطريقته كيفاش يخدم الدهان. قالت لي ماما ماني الله يرحمها كانت ديرو بهذه الطريقه، قالت كانت عندها قدره تاع فخار وخديتها سبيسيالمون تحرر فيها الدهان. ماما كانت تحرر بهذه الطريقه في عرسي، كانت خدماته. وجداتو شحال قبل عرسي. مداتو للطباخه اللي طيبت لنا، دهنت به الطعام يا البنات وشحال جا بنين. انا ما ذقتوش بصح الماشطه اللي لبستني قالت لي جامي في حياتي ذقت طعام بنين كيما هذا.
هنا البنات كنت وجدت الدهان تاعي خليته يتحرر، ورحت للطوماطيش. هنا شوفوا عاود قسمتها في 3 قدور. شوفوا حطيتها في نار قليله كي الشمعه وخليتها، ما درت لها لا زيت لا حتى اضافه. كي طلقت الماء تاعها زدت لها شويه عكري، شويه ملح، شويه تاع فلفل الكحل ماشي بزاف، وزدت لها مغرف صغيره تاع السكر. هذا واش درت لها، ما من الملح ما ملحتهاش بزاف، مازالت صامته. شوفوا شفت واحد فينالمون في حكي في ايدها قال لهم كي ديروا كي طيبوا الطوماطيش بالزيت وترحوها يولي لونها تشيني. بصح كيما درت لها الزيت قعدت لي حمراء كي رحيتها، وخليتها كيما نقولوا ستاندار هكا، باش اي وصفه نجي نديرها بها تصلح للشوربه، تصلح للحريره، تصلح البيتزا. حبيت ندير البيتزا نزيد لها برك نعطرها وندوزنها، هذا ما كان. بصح الا درنا لها الرند ودرنا لها خلاص تولي ما تصلحش لكامل الوصفات. ورحت هنا الكونجيلاتور تاعي اللي كانت تبكي عليه الدجاجه العمياء، جيت فرغته. هنا هذيك الحريره راهي من عند دقيوس، زعما كي طيبت قعدت لي قلت خلي معليش نخبيها نهار نصوم ولا نجبدها. قعدت تما حتى خلاص هي قلت لها خرجي. وكان ديجا الباب تاع الكونجيلاتور ما تغلقليش، ما كانش مغلوق بيان، عندها واحد صافي واحد 15 جوغ ديكونجيلي كلش فيه. تسمى واش كان فيه كامل رميته من غير هذاك البيدون تاع الشونتيي، شفتوه عندي من العام اللي فات نحتفظ بها في الكونجيلاتور، تقعد جديده على حالها ومازالت لا دات تاعو مازال جديد. واش درت البنات، فرغته كامل، حكمت الماء غليت قدرامه حتى الماء ولا في درجه الغليان. بيان سور نحيت دي بلونشيتها من تريسيتي، حطيت القدره تاع الماء داخل وغلقت عليها وخليتها باش من بعد يطيح لي لا كلاص فاسيلمون. وهبطت هنايا للفريجيدات تاعي نقيها. فريجيدات عندي مده ما نقيتهاش، عباكم كنت مرضت الوجين بعد مرضت انا، ومن بعد زدت عاودت نهار اللي درت لكم خرجت رحت للبيت زدت عاودت رشيتي زدت عاودت مرضت. تما وليت ندك برك راجي يجيب لي في الخضار نحطها هكذاك نجبد ونرد قباله ني هكاك وما لقيتوش بزاف موسخ. وكيما البيوت الجزائريين كامل لازم الباب تاع الفريجيدير يكون فيه الضوء. هنا راني وريت لكم عندي المارغارين باش ندير لكم لاباط فيتي، هبلتوني عليها والله البنات غير نديرها لكم صبروا برك. عندي البنات دوابات هادو ما يخطونيش، تاع الحراره، تاع الكونستيباسيون، تاع لا دياري، تاع داري صغار بيان سور، وتاع الحمى. هذه هي البنات اللي عنده بيبي في الدار لازم الدوابه تاعو كامل ما يخطاش. تصرا كاش حاجه بعد الشهر في الليل هكا كاديورجونس ما تلقاي عندك كلش واجد. خصت هنا غير هذيك النص حبه قارص اللي تجي يابسه اللي نلقاوها في كامل الفريجيدار تاع الجزائريه، نص حبه قارص تجي يابسه في الباب، هذيك ما راهيش عندي ماهيش متوفره. جبت هنا البنات الباخره هذا تاع الفريجيدار اللي نقي غير به نستعملو غير هو. هنا كانت كسر لي جيت نفشفش لقيت الفشفاشه تاعو مكسره بدلتها. ينحي ريحه الفريجيدار ومنظف صحي وما يصفرش الفريجيدار ويعقمها تاني. هنا البنات وجدت بيان سور قلت لكم راني ندي بلونشيتها من تريسيتي، رشيت كميه مليحه منه وخليت وعاودت غلقت الفريجيدار وخليته. هنا جيت القدره تاع الماء خليتها واحد 10 دقائق ولا 5 دقائق. شوفوا كيفاش طيحت لي لاكلاص بدون تعب ولا مجهود ولا حتى حاجه، فاسيلمون. وكنت سيت خطره البنات واحد لاستيس هكا نورمالمون وحده كومونتات اللي قالت لي ورده سيها دهنت الفريجيدار الكونجيلاتور كي غسلته نشفته كامل ودهنته بالزيت. قال لك هكا ما يديش لاكلاص، مسح فيه نورمال دار لاكلاص وزاد الذوبت. ما جيت نقيه من هذاك الزيت اللي جمد فيه حتى وليت نقول واش داني احتمال لها واش داني وعلاش مشيت. هذه هي البنات. شوفوا هنا كنت نحيت له لاكلاص مسحته كامل بهذاك المنظف الصحي، نقيته نشفته. ما تنساوش البنات هذوك الكابيتشوات اللي يجوا في الباب نقوا فيهم. ورجعت الفريجيدار تاعي من تحت كنت حنحي لي زيطاجير كامل نغسلهم، بصح ما لقيتش الوسخ شغل ما كاش حاجه تستدعي اني نحيهم. تما وليت مسحتهم برك مليح. وما تنساوش البنات هاد الطقبه اللي تجي في الفريجيدار من تحت. هذه البنات كي تتبوشات تولي دير لكم ريحه ماشي مليحه ويولي الفريجيدار يتلم فيه الماء، تما دائما يتكون فيها. انا هكا نقيها نفرغ فيها كميه مليحه تاع الخل، كميه وفيره من الخل، ومن بعد نجيب هكا بيك تاع الشوا نغلفو بالبابي ابسوربون نورمال. هاوليك البنات شوفوا هنا نفيريفي لا ما راهيش مبوشيه، مي على بالي ماهيش مبوشيه باسكو الخل مشى. ومن بعد البنات واش ندير، نروح نجيب بيك تاع الشوا ندير فيه هكايا البابي
وندخلو داخل. شوفوا ونقيه هنا حتى نجبد هذاك البابي ناشف باش خلاص نحبس. وتاني البنات كاينه واحد القجر هكا يجي مضروب في الفريجيدار، ما تنساوش ساعه على ساعه تجبدوا الفريجيدار تفرغوه الا كان فيه الماء تنقوه وتعاودوا ترجعوه هكا باش نيفيتيو العفاسي اللي ماشي ملاح في الدار. وهذيك البنات شوفوا كيش رجعت تولول اون هذا من خرجت من الحانوت. شوفوا الحاجه كي تحافظوا عليها وتنقوها دائما تطول معاكم اطول مده. هنا البنات ما تنساوش هاد الكاويتشوات تنقوا بيناتهم باسكو دي فوا يطيح فيهم عفاسي من الكونجيلاتور دي فوا. هذه هي البنات. وهنا نروح نجيب هذاك تاع الشوا البيك تاع الشوا. شوفوا نحكم كامل هذوما لي ديتاي الصغار، هادوما الخبايا اللي ما توصل لهمش الشيفونه كي نمسحوا هادوك كامل نقيهم هكذا، نطير لهم الغبره كاش سبك متلايم باسكو التفاصيل البنات سبحان الله يعكسوا النظافه تاع الحاجه. شوفوا كنت بديت الفيديو زعما نهضر بالعقل لوجين حسبت لي راهي راقده حدثت فيها جايه من هي ما لزت الفوليوم تاعي. قلت لكم يا البنات شحال نحب نقي هاد التفاصيل الصغار وكي يخرجوا نقيين نموت بالسعاده. البنات بالنسبه لي يسقسوا فيا شونتي اللي كتستعمليها نستعمل هذه اسمها ديليسيا بزاف هايله. كنت شريت هذا البيدون شريته العام اللي فات من بعد هيك رحت لدارنا ما استعملتوش. شيتو نورمالمون الا مانيش ناسيه 180 الف فيه 2 كيلو هكا. البنات تربحوا في لافير خير ملي تقعدوا تشرو بالميزان تشرو حاجه شابه باسكو مؤخرا ولاو كاين حوانت لهم يخلطوا لا كريم شونتيي بالسكر يزيدوا لها السكر وبعد كي تضربوها تجي معلكه تتعلك وبتجي بزاف حلوه. وبعد كي زعما حتخدموا جينواز ولا ما تغلف لكمش مليح تجي طيح وبعد تولي تطلق في الماء داك السكر يولي يذوب وهي تولي تطلق في الماء. هذه هي البنات. شوفوا البنات نهضروا شوفوا التحضيرات تاع رمضان العام اللي فات والله الله اعلم باش حصلت كامل هكاك ما حضرتش ما درتش بزاف امور. ما طيبتش الطوماطيش ما درتش لا درت العام اللي فات يا خاوش بيا البنات نسيت. المهم ما حضرتش بزاف فقط طيبت غير الطوماطيش وشاركت معاكم العجينه المبرقه وما خليتهاش اصلا لرمضان طيبتها قبل رمضان. وهذا واش درت باقي نورمالمون هذا واش درت والله يا البنات. غير العام اللي فات هذاك اول رمضان ليا كنت فيه اول تجربه ليا مع الامومه في رمضان صرا فيا الباطل. شوفوا نكمل في الوقت ودي فما نكملش في الوقت باش ما نقلش عليكم بصح في الليل نرقد نقول لكم عظامي ناصلين مع التصوير وكامل. عمركم كي نصور الحاجه اللي نخدموها احنا في نص ساعه بالتصوير نخدمها في ساعه. لا علينا هاد العام قررت باذن الله يحيينا غير ندير التحضيرات واللي يحب يهضر باسكو علاش باسكو كي ما ديريش التحضيرات سواء كنتي عندك دراري ولا ما عندكش كنتي خدامه قاعده في الدار ما ديريش التحضيرات صدقوني غتطفر غير فيك تقعدي ملي يطلع ربي نهار وانتي واقفه ومن بعد دوك هذا رمضان هاي جا سيدنا رمضان ما طيبي بو على الطياب ما تقراي قران ما تصلي ما تعبدي ربي ما ترتاحي ما تنحي لي موسطاش ما تمشطي شعرك على شرط نهار يلحق العيد نقعدوا شعرنا مزيت ولي موسطاش نايلين حالتنا حاله. شوفوا البنات مانيش نهضر على هذوك اللي يجوا يعلقوا لي يقولوا لي حنا عندنا 10 دراري وما عندناش المعاونه ورجعنا يتشرطوا وبحدنا نكملوا كلش في الوقت وقبل المغرب نكونوا ماشطين شعرنا دايرين الماكياج وما نعياوش. هذوك مانيش نهضر عليهم نتوما في اسبيسيال انا نهضر على حنا اللي ما نلحقوش سورتو لي كيما انا تقال في شغلهم. البنات انا ما تشوفونيش كيما لي فيديو انا في شغلي ثقيله جدا بصح كاينه حاجه كي نخدم الحاجه ما نعاودهاش كي نخدم الشغل ما يتعاودش مورايا ما نكورش ونعطي العور. هذه هي البنات صح قلت لكم ثقيله في شغلي هذه هي قلت لكم هذا العام باذن الله قلت ندير تحضيرات رمضان ولا يهمني في احد باذن الله. نوجد لاباط فيتي نوجد لي كيش لي فون دو تارت نوجد لي سيجار نوجد. شوفوا واش كنت نديرو في النهار كامل وجدوا هذا العام ان شاء الله بكري باش نهار كي نجي نخدم نلقى كلش واجد. انا عندي التصوير عندي الخدمه تاعي في اليوتيوب ما نعياش نلقى وقت لنفسي ونلقى وقت للعباده ونلقى الوقت لبنتي ونلقى الوقت لداري ماشي ما حش يعطوني لا ميداي دور ما دارش تجهيزات رمضان وكملت في الوقت. هذه هي البنات. هنا البنات شوفوا الطوماطيش كي طابت خليتها نشفت شويه من الماء ما خليتهاش جاريه ومن بعد خليتها بردت
كي بردت جيت رحيتها وجيت صفيتها في الكسكاس. اول تصفيه درتها لها في الكسكاس، ومن بعد هنا كي تبدا تتقال ويقعدوا بزاف القشور نعاود نديها للباسواغ، نعاود نديها للصفايه هكا باش الزريعه تاع الطوماطيش والقشور ما يطيحوليش معاها. وبالنسبه شفتوا كان عندي اللفت. هنا اللفت ما نلقاوهش دائما، كي تلاقى به راجل يتباع جاب لي قوجه شكاره. واش درت البنات اللي حنستعملو عبالي بلي نستعملو قبل ما يفسد، نحيت له الورق تاعو. سمحوا لي الوجين هذه سمحوا لي البنات هذه الوجين يتكسر في الدار. قلت لكم نحيت له الورق تاعو وخبيته في ساشيات، واللي قعد لي كي حبس قال لك هذه افضل طريقه باش تخزني اللفت. نقيته قشرته غليته حوالي 3 دقائق ماشي حتى طاب شويه، دخلوا طياب وخليته يبرد. صفيته من الماء خليته يبرد ودرته في ساشي وخبيته في كونجيلاتور. وبالنسبه للبنات للطوماطيش قلت لكم بردت ريحتها. شوفوا حاجه تحميم راه الله الله. درتها في ليغوبلي. واش ندير دوك درتهم في سنيمه نحطهم يتجمدوا، كي يتجمدوا يولوا كي الحجره نحكمهم نلمهم كامل في باطه وحده. هذه مبدئيا الكميه تاع 10 كيلو خرجت لي حوالي 35 غوبلي هكذاك. ما حسبتش البنات الله ما نكذب عليكم. هذيك لما تشوفوا ديك كونجيلاتور شحال بدات نقيه. كنت مشمخه الحميصه شمختها دوك نستعملها تاع رمضان باذن الله نطيبها نص طياب، باسكو في رمضان نطيب الكثره في الطاجين تاع الفخار. هاوديك اللفت هذاك ثاني تيك درتو فيه 2 ساشيات باش ما يطلقليش الريحه. وهذا ما كان. بالنسبه للفريغو اللي في البيت تاع الخرده هذاك نقي، ماشي كيش عندي واش نقي فيه، هذاك راهو اصلا نقي. وهنا كنت ثاني كامل الفريجيدة نقيتها، مسحت البلارات مسحت كلش. تحت راني دايره لي شوكولا، دايره المارغارين، دايره الدوزان اللي ما يفسدوش. ومن بعد جست هذوما البنات شفت فيديو تاع سوسيتي قتلوا الجريلو. عباكم اندهشت من كميه الجريلو اللي يجبدوها. وباش نقول لكم يا البنات من نهار شفت الفيديو وانا عندي الحكه في لحمي وتوسبست، رحت للكوزينه في هذا النهار حطيتها كامل. قلت يا ربي بالك كاش جريلو ما شفتوش، هو الجريلو يبان. قلت يا ربي بالك كاش جريلو، هو الجريلو كيكون كاين في الليل كي تدخلوا على غسل الكوزينه تشعلوا الضو يهرب. جاني وسواس، الله غالب عندي وسواس قهري. حكمت حطيت كامل الكوزينه في الليل، الحمد لله ما لقيت والو. وتا البنات حبيت نقول لكم على واحد لاستيس جربتها معاكم تاع النمل. قلت لكم درت القرنفل كي خمت البوطاجيات هكا رشقت حبات تاع القرنفل في الكوانه. تصدقوني يا ريحه النمل ما شفتها. دخلوا لي واحد 3 نملات، قلت لكم دخلوا لي واحد 3 نملات ملتم ما زادوش دارهم، على باليش واقين القرنفل حاوزهم وكانوا يخرجوا لي واحد الحشرات من ليميديتي كيف نهار درت القرنفل ما زدت شفتهم والحمد لله. وهنا البنات يا فرحه ما تميت. راكم تشوفوا الريح اللي جانا وكنشوفوا دوك الدار كيفاش راهي بالرمل ما تقدروش تتصوروا. هنا هذا الرمل راهو والو باغابوغ لليوم كيفاش راهي الدار. شوفوا تعمرت لي بالكون بالرمل. جامي ملي سكنت هنا جامي جا هكا ريح، جامي جا هكا فونسابل. اول مره نشوف فونسابل كيما هذا. باب تاع الزنقه بالرمل. وهنا راهو كان غير كيما شغل كان مازال ما دخلش مليحه. لو كان نصور لكم دوك كيفاش راهو الدار داخل بالرمل ما تقدروش تيماجينيو. طابيات بالرمل البيت صغيره بالرمل ولوجين اعجبها الحال. حسبته طعام راهي تفتل به مصح بالله ما نحيته لها. قلت لها شوفي الدار توسخت اللعبي تمرغي نحي المكبوتات تفتلي. ومن بعداتك نروح نقي. دوك راني حني ان شاء الله المونتاج هذا الفيديو نحطه لكم باسكو ما عنديش ليسباس راهو ساتوري. ونروح نصور معاكم نروحوا نقوا هذا الرمل كيف. ولي لحقت لهنا مازال ما اشتركتش ومازال ما دارتش جيم نقولها واش راكي تستناي. كانت هذه الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا. نتلاقاو في الروتينات الجايين ان شاء الله. سلام.